خرافات في علم الولادات. الدكتور قال لي وقفي الكالسيوم في الشهر السابع. اوعي توقفي الكالسيوم طول الحمل، لان الجنين لا يتوقف طلبه لعنصر الكالسيوم او المغنيسيوم في الحمل. هو كده كده بيكبر، كده كده محتاج كالسيوم ومغنيسيوم، كده كده عظمه محتاج الحاجات دي. فلو انت ما خدتهاش، جسمك هيحل الكالسيوم اللي في عظمك ويديه للجنين، وبالتالي الكالسيوم لازم يستمر طول الحمل. هل الكالسيوم بيؤدي الى تشوهات في الجنين او في عظم الجنين؟ لا. الكالسيوم بالجرعه المطلوبه المعترف بها والمنصوح بها طبيا يوميا لا يؤدي الى تشوهات او زياده تكلس او زياده في حجم الجمجمه او العظم بتاع الجنين، ولكن الجرعه الاساسيه المطلوبه لازم نستمر عليها، ما ينفعش نوقفها. لازم تتعرضي للشمس عشان فيتامين د الصبح الساعه 7 الصبح او الساعه 4 العصر، نص ساعه تقريبا يوميا. كل ده مهم عشان صحه عظمك وصحه عظم الجنين.